السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا الأعزاء. رجعنا لكم بشرح جديد بطريقة تسجيل الدخول والاستفادة من منصة نيوتن التعليمية، وهي المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية بعد حصول تحديثات وإضافات كثيرة فيها. طبعا بعد الضغط على الرابط اللي راح أترك لكم إياه في وصف هذا الفيديو راح تظهر عندك المنصة بهذا الشكل. عندك مكان للبحث تكتب به المرحلة الدراسية أو المادة اللي أنت تريدها، اسم الموضوع، فراح تظهر عندك جميع المحاضرات الخاصة بهاي المرحلة الدراسية المعينة. كذلك في اليمين بالأعلى عندك هذه الاختيار، تضغط عندك المحاضرات والمراحل الدراسية والكتب والتمارين والحلول الأسبوعية ونتائج الامتحانات النهائية. إذا ضغطنا على المحاضرات راح تظهر عندك جميع المحاضرات الخاصة بالمواد الدراسية لكافة المراحل، وأيضا تستطيع من هنا اختيار المادة الدراسية، ومن هنا المرحلة الدراسية الخاصة بك. في خانة الكتب راح تظهر عندك جميع المناهج الدراسية الرسمية لوزارة التربية على الشكل PDF، تستطيع تنزيلها في الموبايل. أيضا عندك الحلول والأسئلة الأسبوعية الوزارية، وأيضا تستطيع من هنا اختيار المادة الدراسية، ومن هنا اختيار المرحلة الدراسية. وفي الأخير لدي نتائج الامتحانات النهائية، يقصد الوزارية طبعا. نهاية السنة تستطيع كتابة الرقم الامتحاني هنا والحصول على النتائج الخاصة بالتلميذ. لتسجيل الدخول في المنصة يجب إنشاء حساب، وهذا يفيد التلميذ في إمكانية الاشتراك بالاختبارات الوزارية اللي تحدث بصورة دورية، ويكون للتلميذ تصنيف في على نطاق العراق، أن يكون الأول على العراق أو العاشر على العراق وهكذا. طريقة تسجيل الدخول هي بسيطة، تضغط على الإيقونة الخضراء بعلامة الزائد، ثم تكتب الرقم الإحصائي الخاص بمدرستك، وهذا تستطيع الحصول عليه من إدارة المدرسة. الرقم الإحصائي للمدرسة ستظهر معلومات المدرسة. إذا كانت المدرسة معلوماتها صحيحة، اسمها، فتضغط على التأكيد. عند الضغط على التأكيد راح تنفتح عندك اختيارات إضافة المعلومات. طبعا بعض الخانات راح تكون ضرورية الإضافة وبعضها لا، فالاسم الرباعي مثلا ضروري، أما العنوان، البريد الإلكتروني والرقم الهاتف فمن الممكن عدم إضافتهم. الجنس ذكر أو أنثى، والمرحلة الدراسية ضروري تضيفها، وآلية التحقق أن تختار مثلا إذا كان عندك بطاقة موحدة، يقصد للتلميذ طبعا، راح تكتب رقمها. عند كتابة رقم البطاقة الموحدة ما يحتاج بعد أن تضيف جواز سفر أو الهوية. وبالأخير راح تختار أنت كلمة مرور خاصة بيك تحفظها عندك، وخلي تكون من حروف وأرقام، والحروف الإنجليزية يجب أن تكون كبيرة وصغيرة. ثم تضغط على أنا لست برنامج روبوت، ثم تضغط إنشاء حساب. هذا كل شيء لدينا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.